بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي وحشتوني، عاملين ايه؟ النهاردة الفيديو بتاعنا مشتريات الشهر. هنشوف اسعار الحاجة، هنشوف الحاجة لما احنا بنجيبها ازاي نفرزها. احنا عايزين ان احنا مثلا ايه اللي هنستخدمه الاول، نظبط حاجتنا بحيث ان احنا برضو الحاجة ما تبص مننا، ان احنا الحاجة كلها نقدر ان احنا نستخدمها، ونشوف الاسعار بتاعتنا عاملة ازاي. طبعا احنا عارفين ان شهر الشتاء شهر الخير، في حاجات كتير بتبقى اسعارها حلوة، الخضرة بتبقى كتير. هنشوف مع بعض الحاجة وهنشوف ازاي. انا يعني مثلا عندكم اللفت، انا اول ما بجيبه غسلاه الاول كويس قوي وارش عليه الملح. المية بتاعتي بتبقى جاهزة، اللي هي انا عاملاها من قبل كده بالبنجر، بحطه فيه على طول. هنشوف بقى الحاجة اللي احنا جبناها فرزناها ازاي. بس قبل ما نبتدي ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد معانا. ويلا بينا نبتدي الفيديو. بشاير الشتاء بقى وحاجات الشتاء والرزق الكتير بتاع الشتاء. هنبتدي معاكم. دي قرنبيطة، القرنبيطة دي عاملة 20 جنيه. طبعا بالنسبة للفاكهة في بقى برتقان واستفندي وموز. البرتقان الكيلو ب15، الاستفندي ده استفندي صيني الكيلو ب12.5، والموز الكيلو ب20. نيجي بعد كده برضو للأناناس، كان الكيلو عامل 15 جنيه. البطاطس، طبعا احنا عارفين ان البطاطس دلوقتي نزلت. انا جايبه كذا نوع من البطاطس، يعني عندكم البطاطس ديت الكيلو ب10، وجربتها في الآلية وحلوه. جبت برضو نوع تاني بس الصغيره علشان السليق، الكيلو كان ب7. وفي نوع تاني جبته اول ما جبت كان ب12.5، ده كنت جايباه على 12.5. يبقى احنا جايبين كده 3 انواع من البطاطس. نيجي بعد كده للكوسه، انا جايبه هنا كيلو الكوسه ب15 جنيه. كيلو الطماطم ديت ب7 جنيه. وطبعا في على فكرة ب5 جنيه، وفي أسعار الطماطم نزلت. الليمون الكيلو ب30. الخيار الكيلو ب18. البطاطا الكيلو ب10. احنا عارفين ان في نوع تاني لونه اورنج كده شوية، بس مش بحبذه يعني، انما ديت البطاطا دي الكيلو ب10. البتنجان الرومي الكيلو ب8 جنيه، لا الكيلو ب7 جنيه. فنجان الرومي الكيلو ب7 جنيه. الفلفل الكيلو ب16 جنيه. الكرنباية دي الكرنباية على بعضها ب20 جنيه. وهنا اللفت الكيس دوت عامل 10 جنيه. انا بجيبه متقطع جاهز لاني بصراحة مش فاضية الفترة ديت ان انا اقطعه، فجبته متقطع جاهز. عندي الخضرة، عندي المية بتاعته بالبنجر حمرا جاهزة، بقوم حطها على طول. فبجيبه يا دوبك اغسله وارش عليه ملح ينزل ميته، وبحطه على طول في الميه بتاعته الجاهزه. وهنا الخضره ال3 حزم شبت وكزبره وبقدونس ب5 جنيه. زي ما احنا شايفين الحاجات اللي احنا جبناها كده. وهنشوف بقى دلوقتي، هنكمل مع بعض الفيديو، هنشوف هنعمل مع بعض النهارده الغدا بتاعنا ايه. دلوقتي القرنبيط احنا خلاص سلقناه، وانا طبعا مش هعمل القرنبيط النهارده، فهحطه في الفريزر يبقى جاهز بعد ما سلقته، ان انا وقت ما احتاجه اعمله على طول. والكرنب خدت الجزء قطعته وخدت الجزء اللي انا هعمله، والباقي بقى هفرزه زي ما انتوا شايفين كده وقت ما عاوزه اعمله. والجزء الاخضر ده اللي انا بحطه علشان خاطر لما اجي افرش بيه الحله بتاعه الكرنب. لما بجيب بعمله كده بحيث ان هو يبقى جاهز معايا. وده اللفت بتاعنا بعد ما حطيناه في البرطمانات، كان نزل ميته بقى بعد ما حطينا فيه الملح، وايه حطيته في البرطمانات جاهزه. اول ما بلاقي اللفت خلاص خلص معايا بقوم حاطه ايه ماليه البرطمانات على طول. نيجي بقى للبقوليات، مشترياتنا من البقوليات. احنا جبنا الحاجات بقى اللي احنا محتاجينها منها بتاعه الشهر. جبنا الفول، جبنا فول مجروش عشان نعمل عجينه الطعميه معاكم. وجبنا برضو فشار، وجبنا حمص طبيخ ولوبيا وعدس وحلبة. هنقول كل حاجة اسعارها ايه لوحدها. احنا بنشوف طبعا كل شهر اللي محتاجينه بنجيبه، بحيث الميزانية بتاعتنا لما نيجي نعملها نبقى عارفين ايه اللي احنا محتاجينه الشهر اللي بعد كده. يعني انا مثلا جبت 2 كيلو فول، اكيد مش هستخدمهم في شهر، فدول هيعوضوني ان انا الشهر اللي بعده اما اجي اشتري اشوف الحاجات اللي ناقصاني، فمش هصرف طبعا كل شهر نفس المصاريف اللي بصرفها. نيجي بقى للاسعار حاجة حاجة كده. الفول المجروش الكيلو ب48، كان في نوع ب40، بس دوت كان الكيلو ب48 جنيه. الفول برضو اللي احنا جبناه الفول البلدي في انواع منه، المستورد كان عامل 36، وفي كان نوع ب40 ونوع ب44.
ذرة الفشار كان الكيلو عامل 40. حمص الطبيخ الكيلو برضو عامل 40. انا كنت جايبة منه نص كيلو ب20. اما بالنسبة بقى للوبيا، اللوبيا كانت عاملة 68 والنص كيلو عامل 34. العدس الاصفر ب54 جنيه، والحلبة ب48، الربع كيلو كان ب12. وبرضو جبت من عند الراجل اللي هو بتاع بقى مستلزمات الحلواني، جبت سحلب وجبت ينسون. نص سحلب والربع ينسون كانوا عاملين 85 جنيه، وجبت ربع نشا ب10 جنيه. نيجي بعد كده لحاجات بقى رمضان، بشاير رمضان. انا جايبه الطبق دوت طلع ترندي قوي. جبت طبق علشان بقى الفول في رمضان والسحور. الكبير منه عامل 30 والصغير عامل 25. الاسباتيولا عاملة 20. بتاعة المواعين عاملة 4 جنيه، واللي هي على شكل جوانتي عاملة 14 جنيه. ده بالنسبة للمشتريات اللي احنا جبناها. طبعا بعد كده المشتريات اللي هنجيبها عشان رمضان بقى هننزلها اول باول. كل سنة وانتم طيبين. بعد كده عملنا الاكل بتاعنا. عملت من الكرومبايه، عايزه اقول لكم ان الكرومبايه كفتني ان انا عملت منها المحشي، وعملت منها سلطه كول سلو، وخدت منها كمان مع اللفت وانا بخلله خللت منها كمان، واتبقى منها ان انا عينته وفرسته. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير.